نيجي بقى دلوقتي ونروح للتوسعات بتاعه الخديوي اسماعيل. فقال لك ان الخديوي اسماعيل ارسل عده حملات ورحلات استكشافيه لافريقيا واستعان فيها بضباط اجانب وضباط من الجيش المصري. خلي بالك اسماعيل بن محمد علي كان بيستعين بعلماء مصريين وفرنسيين، انما بقى هنا الخديوي اسماعيل استعان بضباط جيش مصري واجانب. يبقى خلي بالك فرق ما بين اسماعيل بن محمد علي والخديوي اسماعيل ابن ابراهيم ابن محمد علي. خديوي اسماعيل كان بيستعين بالضباط، اما اسماعيل كان بيستعين بالعلماء. فقال لك بقى يا سيدي نتج عن الحملات ديت ان توسيع حدود مصر نحو الجنوب وضم العديد من المناطق، حيث تم تم 3 حاجات. 1 اكتشاف منابع النيل الاستوائيه والوصول الى مديريه خط الاستواء وبحيرتي ألبرت وفيكتوريا. رقم 2 اكتشاف الجهات الشرقيه من الحبشه والوصول الى الصومال. رقم بقى 3 رسم خرائط مفصلة للمناطق التي وصلت إليها وإقامة نقط عسكرية بها. طب ليه؟ قال لك لتأمينها وحمايتها ورفع العلم المصري عليها.